جوميز يا برنس مدرب نادي الزمالك بيطالب من الاداره، بيقول لهم بقول لكم ايه بقى؟ بقول لكم ايه، انا محتاج صفقتين في الصيف اللي جاي. سيبوا الصفقات اللي انتوا جبتوها ديت على جنب، وانا محتاج الصفقتين دولت ضروري تجيبوهم لي. وهقول لك على الصفقتين دولت، وهقول لك كمان على صفقه من وجهه نظري ثالثه زياده. ماشي، على صفقه من وجهه نظري ثالثه زياده. ولكن سؤال بس لجوميز، هو انت كل ماتش هتلاعب ماتش عواد ماتش صبحي؟ هنتكلم فيها عشان هو بيفكر ان هو يلاعب عواد بكره امام الجونه، فانا دي مش فاهمها دي بقى. هيقع في غلطه كبيره جدا جدا هنتكلم عليها. واداره بيراميدز بتحط شرط عشان تدي للفلوس للاعيبه بتاعتها ومستحقاتها والكلام ده كله. ولكن في البدايه كده ما تنساش يا برنس اللايك بتاعك كده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك يا عم، واول حلقه في شهر رمضان يا برنس. بص بقى، جوميز هيغلط غلطه كبيره جدا. هي ايه؟ ان هو كل ماتش عواد ماتش صبحي ماتش عواد ماتش صبحي. الراجل على فكره لغايه دلوقتي هو مش مستقر ان مين يكون حارس مرمى نادي الزمالك الاساسي. ماشي، ولكن مركز حراسه المرمى المركز الوحيد اللي في الملعب اللي لازم يكون فيه حارس رقم واحد وحارس رقم اتنين، او لاعب رقم واحد او لاعب رقم اتنين. لازم واحد اللي يفضل يلعب، ما تفضلش قاعد مستني واحد يغلط عشان تقعده. المركز ده الوحيد اللي لازم الحارس يفضل ياخد مباريات ويلعب وكل الكلام ده كله، يكون عنده احساس المباريات واحساس الجون وتحركاته والفوتورك بتاعه وكل الكلام ده كله. ده المركز الوحيد. شايف ده؟ مش من فراغ، ها كده انت فهمت القصه انا كنت ايه. فالمركز ده الوحيد اللي لازم يكون حارس المرمى هو عارف ان هو الماتش جاي اللي هيلعب. ما تفضلش مخلي ان كل حارس مرمى يلعب واقف في الجون يعني خايف يغلط ان الماتش جاي هيقعد. فانت طول ما الحارس واصل له الاحساس ان هو خايف يغلط بيغلط وهيلبس فرقتك في الاخر. فدي غلطه يا ريت جوميز يعني يستقر على مين اللي هيكون حارس مرمى نادي الزمالك في الفتره ديت بقى. الا بقى لو كان مثلا لا قدر الله حارس اتصاب عمل خطا كبير جدا مثلا ساب الجون ومشي، فده يتلعب الحارس التاني. غير كده ما ينفعش يتغير، ده المركز الوحيد. تمام. اداره بيراميدز بتحط شرط للعيبه، بتقول لهم ايه؟ تقول ماشي احنا عندنا طموحات المنافسه على بطوله الدوري مش عارف ايه وايه. هم اساسا عايشين في النادي ده واكلين زبادي، معايشين حياتهم، فلوسهم بتجيلهم، مش لاقيين حد بيضغط عليهم ولا الكلام ده كله. ولكن حط لهم شرط، قالوا لهم النتائج تتحسن والاداء يتحسن والمنافسه على الدوري وكل الكلام ده وهتاخدوا فلوسكم. انا مش عارف اداره إيه لعيبه بيراميدز ناقص تاني، يعني الاداره معاها مريحاها على الاخر. فيوم ما هتشد يعني هتشد حاجه بسيطه، ولكن فرقه فيها يا جماعه فريق الاسفلت، فرقه مش ناقصها حاجه. فرقه انت تبص على الاسماء بتاعت تقول الفرقه دي هتنافس على الدوري مستريح، ولكن ما تفهمش الفرقه دي فيها ايه. تمام، ده الشرط اللي هم حطوه. نخش بقى على الصفقات اللي طلبها جوميز من اداره نادي الزمالك. طلب منهم صفقتين، طلب منهم مهاجم ومدافع. فهات المهاجم. فانت كده قصه المهاجم تقدر تقول كده ان جوميز مش مقتنع بالجزيري ولا ناصر هو بيلعب بيهم كده سد خانه. تمام، وخلي بالك ان الراجل ده جه على الصفقات اللي جت وكل الكلام ده، يعني يعتبر الفرقه اللي موجوده فرقه الزمالك دي كلها وهو اول مش مخترع اساسا. هو يا دوبك عمال ايه يلصم ويعمل. الراجل لسه ما حطش اللعيبه اللي عاوزها والادوات اللي هو عاوزها يقدر ينفذ بقى التكتيك بتاعه والفنيات بتاعته وكل الكلام ده كله. جوميز من المدربين اللي بصمتهم بانت مع الفرقه في الوقت القصير ده. فقصه ان عاوز مهاجم، فالماتش اللي فات امام الاهلي الزمالك راح بكام كوره؟ لو كان عندك مهاجم كان الزمالك خلص. الجزيري قاعد، الجزيري اللي هو كان المفروض يعني ده مهاجم الزمالك ومهاجم منتخب تونس وكل كان قاعد دكه وهو مش مقتنع بيه اساسا. لاحظ انت في كل ماتش تلاقيه مقعده دكه، تلاقيه مخرجه اساسا، بينزله في الشوط الثاني، بيلعب ناصر منسي عليه، بيلعب اوباما، كان بيلعب اوباما في الماتشات الوديه كمهاجم وهمي وكل الكلام ده. هو عاوز مهاجم. وقصه المدافع حرفيا هو محتاج مدافع. محمود علاء بيقترب من انتقاله للبيراميدز. تمام، فهو عاوز مدافع. الونش ربنا يعني رجعه بالسلامه. الونش يا جماعه كان شايل فرقه الزمالك،
الونش كان شايل فرقه الزمالك حرفيا، هو حسام عبد المجيد او هو محمود علاء، بس الاساس الونش ماشي. فهو عاوز ايه؟ الصفقتين دولت، صفقه مهاجم وصفقه مدافع. وخد مني الصفقه الثالثه ديت، لازم باك شمال مع فتوح، لازم باك شمال مع فتوح بعد بقى رحيل حاتم سكر واصابه كابتن شافي وفتوح، موضوع اصاباته دوت. وعاوز واحد مع فتوح عشان يزق، لازم ورا فتوح كده واحد يدبدب كده يخلي فتوح فايق عشان ايه؟ ما يريحش، فاهم؟ فانت محتاج الثلاث صفقات دولت في الصيف اللي جاي يا برنس. سلام.